يمكننا البرنامج من إجراء بعض العمليات الحسابية بصورة تلقائية، مثل جمع نطاق أو مدى معين من الخلايا، أو إيجاد المتوسط الحسابي، أو إيجاد أكبر أو أقل رقم موجود في نطاق معين من الخلايا. ويمكننا إجراء هذه العمليات من خلال الأمر AutoSum الذي نصل إليه من خلال شريط الأدوات Standard. وفي الوضع الافتراضي فإنه عند الضغط على هذا المفتاح يتم جمع نطاق من الخلايا تلقائيا، كما أن له أيضا العديد من الاستخدامات كما ذكرنا. وعند الضغط على السهم على يمين هذا المفتاح تظهر قائمة بالدوال التي سيتم تنفيذ أحدها عند الضغط على هذا المفتاح. والوضع الافتراضي هو تنفيذ الدالة sum لجمع نطاق من الخلايا، ويمكننا تغيير هذا الوضع باختيار الدالة التي نريد تطبيقها من هذه القائمة. فمثلا لإيجاد أكبر رقم في مدى معين من الخلايا نختار الدالة maximum من هذه القائمة، ونترك الاختيار الافتراضي sum كما هو، حيث أننا سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية إجراء عملية جمع لمحتويات مجموعة من الخلايا كمثال لإجراء العمليات الحسابية التلقائية، حيث أن باقي هذه العمليات تتم بنفس الطريقة، وسوف نتعرف عليها في الخطوات القادمة. فنضع المؤشر في الخلية التي نريد إدراج ناتج عملية الجمع إليها، ولتكن الخلية C12، وتعبر هذه الخلية عن مجموع مصروفات شهر يناير في الخانة Total. ونضغط على المفتاح AutoSum من الشريط Standard Toolbar، فيقوم البرنامج بتحديد الخلايا التي سوف يتم جمعها تلقائيا، وهي في هذا المثال بداية من الخلية C5 إلى الخلية C11. وبالضغط على المفتاح AutoSum مرة أخرى أو بالضغط على المفتاح Enter سوف يظهر ناتج عملية الجمع في الخلية Total. والآن نتراجع عن هذه الخطوة باستخدام الأمر Undo، وذلك للتعرف على طريقة أخرى لاستخدام الأمر AutoSum. فنضغط بالمؤشر مع السحب لتحديد الخلايا التي نريد إجراء عملية الجمع لها، ثم نضغط على المفتاح AutoSum من شريط الأدوات، فيظهر ناتج عملية الجمع في الخلية Total. والآن نتراجع عن هذه الخطوة للتعرف على طريقة أخرى لاستخدام الأمر، ثم نضع المؤشر في الخلية Total المعبرة عن مصروفات السيارة خلال ال6 أشهر، ونضغط على رمز الأمر AutoSum من شريط الأدوات. وكما نرى أن البرنامج قد قام بتحديد الخلايا التي سوف تستخدم في إجراء عملية الجمع، وهي في هذا المثال من الخلية C6 إلى الخلية H6. وبالضغط على المفتاح AutoSum مرة أخرى أو الضغط على المفتاح Enter سوف يقوم البرنامج بوضع ناتج الجمع في الخلية Total. وبالضغط على الخلية Total المعبرة عن فواتير الكهرباء في 6 أشهر والضغط على AutoSum سوف نلاحظ ظهور حالة جديدة من الأمر، حيث يقوم البرنامج باختيار جمع الأعمدة في حين أننا نريد جمع الصفوف، وذلك لتقاطع الصفوف مع الأعمدة. ولتفادي حدوث ذلك نضغط المؤشر مع السحب على الخلايا التي نريدها لإجراء عملية الجمع لاختيارها، ثم نضغط على المفتاح AutoSum مرة أخرى أو نضغط على المفتاح Enter، فنجد أن البرنامج قد قام بجمع الخلايا التي قمنا باختيارها بدلا من الخلايا التي قام باختيارها تلقائيا. والآن نقوم بتكرار نفس الخطوة لاختيار الخلايا المعبرة عن فواتير الوقود في 6 أشهر، فنضغط المؤشر مع السحب لتحديد الخلايا التي نريدها، ثم نضغط AutoSum فيظهر ناتج عملية الجمع في الخلية Total كما نرى. ولإيجاد متوسط مصروفات فاتورة الكهرباء شهريا نضغط المؤشر داخل الخلية المقابلة للصف Electric والموجودة في العمود Average والتي نريد وضع قيمة المتوسط بها، ثم نضغط على السهم الموجود بالمفتاح AutoSum ونختار Average، ثم نقوم باختيار نطاق الخلايا التي نريد استخدامها لحساب المتوسط، وهي من الخانة C7 إلى H7، ثم نضغط على المفاتيح Ctrl و Enter من لوحة المفاتيح، فتظهر قيمة متوسط قيم الخلايا التي قمنا بتحديدها في هذه الخلية. ويمكننا حساب متوسط باقي المصروفات بنفس الخطوات السابقة.